تصريحات سروبو مدرب الاهلي الجديد عبر موقع سبورت تي في الدنمارك: اعتقد انه من الصعب على المواطن الدنماركي العادي ان يفهم ما افعله في القاهره، لكنني اعلم تماما ما انا مقدم عليه. الانتقال الى كره القدم الافريقيه ليس امرا يحدث كل يوم، لكنه اصبح واقعي. الجديد ان الاهلي هو اكبر نادي في القاره الافريقيه، يضم اكثر من 80 مليون مشجع. اذا اردت المقارنه فهو في افريقيا مثل برشلونه او بايرن ميونخ في اوروبا نادي من هذا العيار. كنت منجذبا لفكره فتح ابواب جديده الى قاره جديده وتحمل الضغط الذي ياتي مع ذلك. لهذا السبب وافقت على هذه المغامرة الضخمة. الأهلي فاز بلقب الدوري المصري الممتاز 3 مرات متتالية، وحقق البطولة 45 مرة في تاريخه. إنه نادي لا يكتفي بالبطولات المحلية أو الإفريقية، بل يسعى دائما للعالمية. لا أتحدث عن المال فذلك ليس جوهر الموضوع. أنا ذاهب إلى هناك من أجل تحقيق النتائج واتخاذ الخطوات التالية في مسيرتي. بالطبع الراتب جزء من المنظومة وهو جيد جدا، لكن التفاصيل تظل بيني وبين النادي. في النهاية تنظر إلى الصورة الكاملة، المشروع بأكمله والفرصة من جميع جوانبها لتقرر ما إذا كنت ترى نفسك في هذا المكان. بالطبع